أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة قائد المنتخب كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا. وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن نتيجة فحوصات رونالدو جاءت إيجابية، مطمئنا عشاق النجم البرتغالي بأنه في حالة جيدة ولا يعاني من أعراض، وقد بدأ الحجر الصحي، وسيغيب دون بالتالي عن مواجهة منتخب البرتغال هذا الأربعاء ضد السويد ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول. وما حال الحظ معك يا كريستيانو، وما حال الحظ معك يا كريستيانو. إن حظي كدقيق فوق جوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم قال أم أدركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. هذا البيت ينطبق على الحظ، على حظ كريستيانو رونالدو. رونالدو يبكي لأنه قد يضطر للوداع، هو يبكي، يريد الاستكمال، يريد كتابة التاريخ، يريد الحدث، ولكن هذه هي الإصابة، هذه هي الإصابة. مدمر الأرقام العالمية، النجمة البرتغالية الخيالية، محتارين في حبك والله محتارين. كيف ستكون الكرة بعد بضع سنين؟ أكيد سيهزنا الحنين، وأي حنين؟ حنين الأم للولد وحنين الأرض للمطر. في انتظار ذلك دعنا بالاستمتاع والتلذذ بما يقدمه للبشر. أختر من هو في هذه الكرة، وهي الأسطورة كريستيانو رونالدو. هذا كريستيانو رونالدو، واحدة من أشهر تصريحاته: بالتأكيد أنا أعيش حلما لا أريد أن أستيقظ منه، محبوك أيضا لا يريدون الاستيقاظ من هذا الحلم الذي يعيشه كريستيانو رونالدو. بالتأكيد يا لها من مسيرة حافلة ذهبية قياسية بأرقام مستمرة، بتواصل، باستمرارية عظيمة لرجل النهائيات الكبير، 19 هدف في 28 نهائي. الحديث عن عمر 34، الحديث لا ينتهي يا كريستيانو. هل ما زالت هناك أحاديث ممن كان متخصصا في النهائيات؟ نعم، العمر يتقدم به، لكنه ما زال يصارع العمر. مباراته الأكبر في هذه السنوات. وما أحلى كريستيانو، من أين لك هذا يا دون؟ لم ينتهي رونالدو. أتذكرون الدقيقة 7 في ماتش من ماتشات الريال مدريد، وقت الأزمة اشتدت، وقت شميت حسيت غدر فلورنتينو بيريز. رونالدو لن يموت، كرة ولا أروع. اوتوغراف العادة من غير عادي استثنائي، اسمه كريستيانو، لقبه رونالدو، واصبح بالمواثيق وبالاجماع اكبر هداف في تاريخ الكرة العالمية. فماش كلام لنتفق جميعنا أنه كريستيانو ولد البرتغال القادم من ماديرا فونشال هو أكبر بومبر مدفعجي عرفه التاريخ.